عسلامة عسلامة، شنو أحوالكم؟ كيما تشوفوا اليوم إن شاء الله باش نعمل معاكم كيكة ولا جاتو اللي هو بتاع ال5 ملاعق. أبسط وأسهل وأبن وأسرع كيكة ممكن تجربوها في حياتكم، يعني سهلة على الآخر. طريقة التحضير بسيطة جدا وسريعة وتحضر معاكم في ساعة، تنفع الرأس العام. تابعوني الآخر باش نوريكم طريقة التحضير. المقادير بسيطة جدا كما تشوفوا لهني. حطيت كعبتين عظم باش نستعمل 2 بيض أكاهو، ضفت عليها مغرفة كبيرة من الفانيليا السائلة، تنجموا تستبدلوها بكيس بودر. لهنا كما تشوفوا حطيت 5 ملاعق من السكر، بما انها كيكة ال5 ملاعق من كل شيء باش نحط 5 ملاعق. كما تشوفوا لهنا باش نقلبها من الاولى السكر والفانيليا والبيض من الاول، ومن بعد نضيف لها بمقدار 5 ملاعق من الزيت النباتي. كما تشوفوا هنا بنفس المغرفة نستعملوا بها المكونات الكل والمقادير الكل. على 5 ملاعق زيت نباتي باش نضيف بالطبيعة 5 ملاعق من الحليب كما تشوفوا بالطبيعة نفس المغرفة. لهنا نحاول نقلبهم الزيت والحليب والبيض والسكر والفانيليا زادة مع بعضهم الكل. ومن بعد بما اني باش نعملها بالشوكولاتة باش نحط 3 ملاعق من الفرينة بالطبيعة يكونوا مغربلين، عليهم ملعقتين من الكاكاو الخام بطبيعة زادا كيف يكونوا مغربلين. ولهني عندي كيس من خميرة المرطبات بمقدار 11 جرام، ونقلبهم الكل باش نحطوها في صينية الفرن ندخلوها الفرن. في الليطون اللي انا كنت نعمل فيها خليت الفرن يسخن على درجة حرارة 180. كما تشوفوا لهني قلبتها من بالباهي تخلصت بالكعابر والتكتلات الموجودة. لازم تكون هذا هو القوام تاع الكيكة. الكيكة هذه الكيكة ال5 ملاعق ما تبداش كمية كبيرة، تبدأ كمية صغيرة. جبت صينية الفرن بتاعي باش نحطها في الفرن بالطبيعة، نحط فيها الخليط متاعي ونحاول نوزعه على الصينية الكل. كما قلت لكم هي مش بالكوب ولا بمقادير كبيرة، هي كيكة ال5 ملاعق تجي بالطريقة هذه خفيفة شوي. حاولت نوزعها بالنسبة للقالب هذايا قطره 26. باش ندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بقات لمدة 25 دقيقة وكانت طايبة معي بالطريقة ذي. بالطبيعة باش ننقبها هكا بفرشيطة ولا بعود اللي عندكم تنقبوها. وعملت لها سخنت لها حكاية 100 ملي من الحليب، حطيت عليها مغرفة كبيرة من الكاكاو، تنجم تحط عليه قهوة ولا تسيحوا فيه شوكولاتة كما تحبوا. وضفتها شربتها بالطريقة هذه باش نخليها ترتاح على جنب. كما تشوفوا يعني وزعته بالطريقة هذه باش من بعد تجي معايا بنينة وطرية. بالنسبة لي أنا باش نخليها ترتاح على جنب، بالنسبة لي أنا باش نربح الوقت حضرت الشوكولاتة وحضرت الكريمة في نفس الوقت، لأنه الكل لازم يكون بارد. يعني كله نحطوه على بعضه بارد. لاني عندي بمقدار 120 جرام من الشوكولاتة، ضفت عليها بمقدار 80 ملي من الحليب، يعني الثلثين بتاع كمية الشوكولاتة تحطوا الحليب باش تطلع معكم القوام باش تحصل عليه في الاخر. نقلبها نذوبك الشوكولاتة بالباهي ونحطها على جنب. بديت بالشوكولاتة باش هي على ما تكون بردت كون انا حضرت كريم شانتي. استعملت كريم شانتي عادية ما ضفت عليه حتى شيء، يعني 75 جرام كريم شانتي عليها 150 ملي من الحليب البارد. شفتوا المكونات بسيطة جدا ومش مكلفة واقتصادية على الاخر. ضربت الكريم الشانتي بالباهي وقلبتها كما تشوفوا لين تحصلت على القوام اللي انا حاجتي بيه، وباش نحطها على الكيكة. بالطبيعة هذا هو القوام اللي انا تحصلت عليه باش نحط على جنب. وبالطبيعة نرجع زادة نتفقد الشوكولاتة متاعي نشوفها ذابت معايا كما انا نحب ولا. وهذه الشوكولاتة متاعي لازم نحاولوا نستعملوا نوعية ممتازة باش من بعد كيف نحطوها لفوق الكيكة والكريمة تبدأ هكا قوامها ناعم وناجح. كما تشوفوا لهنا ذابت، وتأكدت اللي هي ذابت بالبين. خليها ترتاح على جنب لطون اللي انا نحط الكريمة. بالنسبة للكريمة ما نحطوها على الكيكة كان كي تبدأ الكيكة بالطبيعة بردت وقال لك الكريمة ذيك الكل تسيح معانا. نحاول نسويها بالطريقة هذه كما شفتوا، ومن بعد نضيف لها الشوكولاتة.
بالنسبة للكريمة راهو تنجموا تحطوا فيها النكهة اللي تحبوا عليها. أنا عملتها بسيطة جدا من غير أي إضافات، جيست باش نضيف عليها الشوكولاتة اللي أنا سيحتها من فوق. هذه هي الشوكولاتة، بتباع زيت الشوكولاتة نحطوها وهي باردة، يعني كله بارد في بارد، وإلا تسيح وما تعطيناش القوام اللي احنا حاجتنا بيه. من بعد باش ندخلها الفريجيدير ترتاح من ساعتين لأكثر، ومن بعد نخرجها من القالب ونزينها كما نحبوا. نحاولوا هكا نسووها من الجناب، يعني لو عندنا اي حاجة مش مستوية نحاولوا هكا نسووها كما شفتوا. عملتها بالطريقة ذي، حاولت نسويها وباش نزينوا كما تحبوا. بالنسبة للتزيين اختياري، انا اخترت باش نحط تزيين بسيط جدا. عملت لها هكا وردات بالطريقة هذية، وضفت لها زادة زينة، أي زينة متوفرة عندكم. تنجموا تستعملوا بيدي شوكولات، تنجموا تستعملوا هكا حلوى ألوان كما أنا حطيت، تنجموا تحطوا الأشكال اللي تحبوا عليها، تنجموا تحطوا زادة مكسرات، تحبوا تحطوا اللي تحبوا عليه. بالنسبة لي أنا اخترت نحط بالطريقة هذه، حبيت نعملها كلها ألوان، وجات كما تشوفوا على عينيكم سهلة على الاخر، وفي ساعة في ساعة تحضر، يعني ما تاخوش منك ساعة وتكون حاضرة وتخلوها في الفريجيدير ترتاح، ومن بعد تخرجوها وتقصوها. كما تشوفوا لهنا الكيكة راهي سهلة على الاخر واقتصادية، وفي ساعة في ساعة تحضر وعلى عينيكم ما شاء الله. هي كيكة ال5 ملاعق، تجي صغيرة هكا في الحجم، ما تجيش كبيرة، وسهلة على الاخر واقتصادية وسريعة التحضير. ان شاء الله تكون عجبتكم الكيكة، وان شاء الله تكون عجبتكم طريقة التحضير، وان شاء الله في فيديو اخر ووصفة اخرى. في امان الله.